جربت فوق ال 300 مطعم، بس تخيلوا ان في مطعم 10 دقايق من بيتي ولسه ما جربتوش. المكان موري سوشي. طبعا دماغكم راحت للسوشي، بس انا النهارده مش جاي عشان السوشي. موري سوشي عمل 6 انواع نودلز جداد، فرحت فرع مدينتي عشان نشوف ايه اللي هيطلع جامد وايه اللي عادي واي كلام. يلا بينا نبدا بقى باول واحده، ايج نودلز. عباره عن نودلز وعليها فلفل الوان، طلبتها بالفراخ وصوص كده عامل زي سويت اند ساور ورشه سمسم في الاخر، تطلع بالمنظر ده. طعمها كان حلو قوي الصراحه، مظبوطه وجامده وبدايه مبشره. دي بقى جلاس نودلز، اول مره اجرب نودلز بالشكل ده، شفافه كده وعليها برده فلفل الوان ومشروم، وطلبتها بيف. طعمها عادي الصراحه، اللي فاتت كانت اجمد بكتير. دي بقى سبايسي رامن سوب، البيس بتاعها بيبقى نودلز وعليها بقى بيض وكورن وسبانخ ومشروم، وطلبتها بيف. طعمها كان حلو قوي وصايع، البيضه لوحدها كده لا جامده الصراحه. سبايسي رامن سوب اختراع. نخش على اللي بعده، وانتون سوب، حاجه خفيفه كده، شوربه جواها نودلز، وينفع تطلبها بالفراخ او بالبيف، بس انا طلبتها بالجمبري. طعمها كان لطيف وحلو. دي بقى ترافل مشروم نودل، الوهله الاولى تحسها فوتوتشيني قوي. ماما ميا فيتوتشيني على الدنس. فككم بقى من الكلام ده، هي عباره عن فراخ ومشروم وكريمي صوص وترافل اويل. يلا بينا بسم الله. طعمها جامد جامد جامد، دي اجمد حاجه اكلتها لحد دلوقتي. واخيرا بقى ياكي اودن نودلز، عباره عن نودلز وفلفل الوان وجزر وشريمب، وفي الاخر بقى رشه بصل. يلا بينا بسم الله. طعمها كان جامد، والجمبري كان فريش ولذيذ قوي. يا جماعه انتوا بتاكلوا بيها ازاي دي؟ مصعبينها علينا ليه يا اولاد اللذينه؟ اكتبوا لي في الكومنتس قولوا لي ازاي بتاكلوا بيها. من الاخر بقى اجمد 3 بالنسبه لي، الايج نودلز والترافل والياكي اودن نودلز. فشير وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك اللي بيحب النودلز، وهفضل اقولها كل فيديو، نشير حاجه بتدعم القضيه، الدعاء، نبطل نجيب من اللي ما يتسموش.